موزونيه يا استاذ، يلا اتفضلوا. وزي ما شفنا بره الزراعه في الريف المصري الحديث وعلاقتها بالزراعه في الريف المصري القديم، احب اقول لكم اهلا بيكم وسهلا في غرفه التحنيط. ولأول مرة في قريه البيستاشيو معانا مومياء مصريه قديمه حقيقيه. تصفيق يا ساده. يا ريت ما حدش يلمس الموميا عشان بتبصم. عاجبك التهزيق اللي انا فيه ده؟ نهدي يا شويكار، احنا نعمل اي حاجه عشان القريه دي تكسب المسابقه. وكان المصري القديم بيحب يحنط الفرعون بتاعه عشان لما يرجع تاني من البعث وكده، كان مؤمن بالبعث، فكان بيحنط الجثث بتاعته عشان لما ينزل فيها الروح وهكذا. لم ورايا جميله، مش فاهم. تصفيق يا ساده. حلو قوي. الموميا دي بقى على كده من الاسره الكام؟ دي من الاسره بتاعتي انا، دي تبقى اللي حماتي. بتاعتك الله، ما انت كنت ماشي كويس. دي تبقى الملكه شوشو كار، او بمعنى ادق شيوي كار. الملكه دي من الاسره ال 18 6 2036. ملكه؟ بالرغم ان ملامحها بتقول ان هي جاريه. والله ملكه بس لسه خارجه من حادثه. جارية؟ الراجل ده عديم النظر، الراجل ده ما بيفهمش يعني ايه جارية. انت خدتيها من الجانب ده ليه؟ خديها من الجانب الكويس، انك بتجري على المعايش، اكل عيشك. عمو عايز صور مع الموميا، وانا كمان عايزه اكلها. عينيا يا اطفال، اللي عايز يتصور مع الموميا 100 جنيه، واللي عايز ياكل الموميا 200 جنيه. بس لو سمحتم بعد اذنكم من بعيد عشان عندها انفلونزا وبتعطس. ايه ده انتوا زودتوها قوي. إيه؟ لا والله الله في مش إيه؟ قاعد مش قاعد في يوم يا شوكار، يا شوكار. يا بنتي العضاضة. يا شويكار لو سمحتي، ده شغلنا. قلت لك دي عملت من جوزها، ما صدقتنيش. وده كان جزء من التمثيليه اللي بنعملها هنا. الجثه المحنطه بتقوم بتحكي لنا هي ازاي اتحنطت، بعدين بتقفش وتمشي. والقفش والمشي دوت هو ما يقال عليه البعث. ده لمتها حلوه قوي. اي خدمه، ده انا هبعثهم لك حته بعثه. ايه في ايه؟ هو ده البعث الحقيقي بقى. وسبحان الله سبحان الله، وشكوا حلوه علينا قوي. مستنينه 7000 سنه ويجي وقت ما انتم موجودين. ايوه بقى. يا مسيلمه كداب، ده انت كنت من شويه لسه بتموت وعمال تقولي بطني ومسموم. اسكتي بقى. اهلا يا لعيبه، بكره الصبح تتجمعوا في ميدان مصطفى كامل. يلا بينا. ايه السماعات اللي هو ملبسها لنا؟ وايه اللبس الاهبل ده؟ شكلنا مهزأ جدا. والله لو قال لي فانلة بحمالات هلبس فانلة بحمالات. انت اصلا فانيلا بحمالات يا بسوني، ومخرومه كمان. اهلا باللعيبه. بعد عمل معاينات ل 35 ميدان في مصر، رسينا على ان الميدان ده انسب ميدان نقدر نعمل فيه المهمه الجديده. 35 ميدان؟ ده ايه الفضا ده؟ وايه المهمه الجديده اللي ملبسنا بسببها اللبس الاهبل ده؟ الكراسي الموسيقيه. كراسي موسيقيه؟ انت بتصغرينا ليه يا لعبه؟ لا، ما هي دي مش اي كراسي. اللي هتعملوه ان انتوا هتسمعوا موسيقى وهتلفوا في دواير في الميدان ده. هتسمعوا المزيكا من خلال السماعات اللي انتوا لابسينها، اللي انتوا كمان تقدروا تتواصلوا بيها مع بعضكم. اول ما المزيكا تقف كل واحد هيختار اقرب كرسي ويقعد عليه. يعني جميل جمال العزب يلعب كراسي موسيقيه؟ طب ما نلعب فتاحه يا ورده، قفل يا ورده احسن، ولا ايه؟ ها؟ بس انا مش شايف كراسي. وانا مش شايف موسيقى يعني. موسيقى ايه اللي مش شايفها يا بني ادم؟ هي الموسيقى بتتشاف، الموسيقى هنا في السماعات في ودنا. ممكن كفايه لت بقى وتقول لنا مكان الكراسي عشان انا مش فاضيه ورايا شغل. كل واحد هيقعد على كرسي من الكراسي دي. في 9 كراسي وانتوا عددكوا 10. ده معناه ايه؟ معناه ان انتوا نسيتوا كرسي. مفهومه قوي. يلا بينا يا حب على ما يجيبوا الكرسي العاشر. استني يا قلبه بس، ايه العبط ده؟ ما تلعبي بقى مع فريق اللهبل التاني ده بالغباء اللي انت فيه. هي اللعبه كده ما لعبتهاش وانت صغيره، دايما في كرسي ناقص. ايوه مش فاكراها بس. اللاعب اللي مش هيلاقي مكان هيكون خسر.
وكل لفة هيتشال منها كرسي لغاية اما يفضل كرسي واحد بس. اللي هيلحق ويقعد على الكرسي ده هيبقى هو اللي كسب. وجايزة المهمة دي 750,000 جنيه. 750,000 جنيه. حلو يا عم. أول ما المزيكا تشتغل كله هيلف حوالين الكراسي في اتجاه واحد وبدون لكاعة. أول ما المزيكا تبطل كل واحد هيختار أقرب كرسي ليه ويقعد عليه، ومحدش يتحرك خالص من على الكرسي إلا لما المزيكا تشتغل مرة تانية. مفهوم؟ سامعين؟ بقول لكم ايه، انا واحده ست كبيره، لو حد فيكم زقني ولا عمل اي حاجه انا همسك فيه واصوت واقول حرامي. انت بتجيب سيره الهاتش وكار. مش وقته يا جميل، يلا يا جماعه بقى، يلا يا شويكار، مش وقته، يلا.